مش دي القضية. إذا أنا مطلوب ومحدش بقى يقول لي أنت بتتكلم في مشكلة شخصية أو لا، ده أنا مطلوب مني إن أنا دلوقتي النهاردة بعد أن تبين كل هذا الكم من الفساد، وبعد أن تبين أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يكشف هذا الفساد ولم يقاومه ولم يطرحه ولم يلعب أي دور فيه، من حقي أن أنا أقول لماذا لم يقم الجهاز. فإذا كانت المشكلة مشكلة قيادة أقوم القيادة، إذا كانت المشكلة قصور في اللوائح بتاعة الجهاز وقوانين الجهاز أشوف أوجه هذا القصور إلى آخره. ففي مشكلة تتعلق بالماضي ويجب أن أعالجها، أطرح الأسباب وأقول لماذا، وعلى رئيس الجهاز أن يعاونني كشخص مهتم بالعمل العام، أن يعاون هذا الشعب لكي يشرح له. عايزين يقول لنا والله أنا قمت بدوري وقمت بما كان يجب علي أن أقوم به، وأنا طرحت عليه 4 أسئلة أو 4 مجموعات من الأسئلة في أحد المقالات، ولم يصلني أي رد يقنع على الإطلاق أي شخص بيقول إنه الجهاز المركزي للمحاسبات أو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قام بدوره. الشق الآخر اللي يتعين إن احنا ننتبه إليه ونبحث فيه ونحاول أن نعالجه هو شق يتعلق بالمستقبل، لأن إذا احنا فهمنا لماذا لم يقم الجهاز المركزي للمحاسبات بدوره، وهل القضية تتعلق بالقيادة الجهاز والجهاز نفسه والعاملين فيه، أم هي قضية تتعلق بالنظام الذي يعمل فيه هذا الجهاز وباللوائح التي تنظم عمل الجهاز. إذن علينا أن نرى كل هذا لكي في المستقبل يكون لدينا جهاز يتلافى كل هذه العيوب ويتلافى كل هذه الأخطاء ويقوم بدوره. أنا عايز أقول أنه في مجال الأسباب، يعني لو احنا بقى بندرس مع بعض كباحثين، وأنا شغلتي الأساسية البحث العلمي والعمل الأكاديمي، لو احنا كباحثين عايزين نسأل نفسنا ما هي الأسباب التي جعلت يعني أدت إلى عدم قيام الجهاز بدوره الرقابي في حماية المال العام، هطرح مجموعة من الافتراضات، بعضها يتعلق بقيادة الجهاز وبعضها الآخر يتعلق بوضع الجهاز وصلاحياته. طيب في موضوع قيادة الجهاز عندي افتراض الإهمال، عندي افتراض التستر على الفساد، عندي افتراض التواطؤ مع الفساد، وأنا شايف أنه في كل هذه الأمور في وقائع محددة تقول أن حصل في إهمال، وأن حصل في تستر، وأن حصل في أحيانا تواطؤ، وأنه رئيس الجهاز قام بأدوار ما كان يجب أن يقوم بها على الإطلاق. مثلا، ودي من ضمن الأسئلة اللي أنا طرحتها على رئيس الجهاز لا أعرف أي أجوبة على هذه التساؤلات، هل الجهاز المركزي للمحاسبات كان بيبعت فرق للفحص في الأجهزة الحساسة للدولة وهذا من صميم اختصاصه؟ هل كان بيبعت لرئاسة الجمهورية بشكل منتظم، إنما كان بيقول للناس بلاش وما تروحوش واللي عايز يروح بيأجله؟ أظن ده حصل، وفي وقائع محددة بتقول أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يفترض أنه هو يبعت بانتظام فرق للفحص والبحث لرئاسة الجمهورية، لوزارة الداخلية، لوزارة الزراعة أو الهيئات المختلفة في وزارة الزراعة اللي هي بتعمل موضوع الأراضي في التخصيص إلى آخره، في عدد كبير من الأجهزة بالذات الداخلية، موضوع الصناديق الخاصة، يعني لم يكن اللي هي فيها كم هائل من الأموال. كان واضح جدا أنه الجهاز المركزي للمحاسبات مش بس ما بيقومش بدوره في إرسال فرق المراقبين المحاسبيين علشان يفحصوا دفاتر هذه الأجهزة، إنما أنا عرفت من مصادر مؤكدة أنه في بعض الأحيان يردع ويماطل ويخلي الناس دي ما تروحش في المقام الأول. أليس هذا خطأ كبيرا؟ طيب عندنا حاجات تانية ووقائع تانية بتقول لنا الآتي، بتقول لنا أنه في تقارير معدة عن جهات عديدة
ورصد مخالفات ضخمة جدا بمليارات الجنيهات، لكن هذه التقارير لم ترسل إلى من يتعين أن ترسل إليه، ولم يعني وكان بيخفف من بعضها أحيانا، وكان الرئيس الجهاز بألمه وناس وروني ورق شاطب على وقائع معينة علشان خاطر ما تدينش الجهاز. في وقعة لفتت نظري جدا، انه وانا بقرا التقرير اللي هو معروض على مجلس الشعب لقيته كاتب نص صفحة عن رئيس الجمهورية انه راجل شريف وطاهر وابن حلال والمدافع الاول عن الفقراء والمش عارف المساكين، وانه هو يراقب ويبحث ويدقق ويستمع، ويعني هو الصالح الطاهر والباقيين هم اللي فاسدين. وبعدين اكتشف انه هو اللي شيخ منصر، وانه هو اللي عامل الله. طب ده انت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعندك الورق كله، وعندك ما يدين رأس النظام، وعندك ان اولاده عندهم كذا وكذا وكذا وبياخدوا اتاوات على كذا وكذا وكذا. لما تيجي في تقرير لمجلس الشعب تقول ان الراجل ده مثال للطهارة والنزاهة والشرف، وبيقاوم وبيسأل ويراقب ويدقق وهو نصير الفقراء، أليس هذا تواطؤ مع الفساد؟ أليس هذا تغطية على الفساد؟ لما يجيني ويقول لي في الصحف وسأنتخب الرئيس الرئيس مبارك. طب يا أخي أنت جهاز رقابي، أنت مالك ومال الانتخابات؟ وإيه اللي دخلك في القضايا السياسية دي؟ يعني ما الذي يدفعك إلى هذا؟ أظن أن دي كلها وقائع ليس فيها أي نوع من التحامل على شخص ولا على قضية. أنا بنتكلم في موضوع، بنتكلم أن في جهاز رقابي، وبنتكلم أن في دولة نهبت، وبنقول انه الجهاز الرقابي لم يقم بدوره. انت بقى يعني لايمها شويه، قول والله انا ضغط عليا، والله انا قدمت تقارير في تواريخ معينه بس هم اللي ما خدوش الاجراءات. يعني قول كلام منطقي، قول كلام الناس تقتنع بيه. انما انك انت تحاول بقى تثبت للناس خداعا وتضليلا انك يعني صفحتك ناصعة البياض، وان اللي بيتكلموا على الجهاز الرقابي وعلى ضرورة تفعيل دوره، وان الناس اللي بيقاوموا الفساد نلطخ سمعتهم ونقول ان لهم مصلحة شخصية وانهم بيدوروا على قضايا. اظن ان ده عشان كده يعني لا يجب ان نندهش انه المستشار المالطي يجي من خارج الجهاز ويعينه رئيس الجمهورية ويجدد له 3 مرات ويعمل له 12 سنة، ومفيش مشكلة خالص انه هو عايز يعني يبقى سمعة الراجل نظيفة قوي علشان يتقال انه هذا الرجل لا يمكن ان يتستر على الفساد، لكي يستطيع أساتذة الفساد وعصابات الفساد أن تنهب هذا البلد. نحن لا نريد لهذا أن يتكرر، وهذا هو الذي دعاني إلى أن أحضر إلى هنا وأن أقف في هذا المكان، لتقف مصر تحمي مالها وتحمي مواردها، ولتكن هذه هي البداية. وعاشت ثورة 25 يناير، والسلام عليكم ورحمة الله. لسه الثوره ما انتهتش ابدا. والجمعه الجايه بقى احنا بنطبع دلوقتي 500,000 منشور عشان نحط فيه قرفنا من اللي بيحصل. فالجمعه الجايه عايزين نشوفكم، وانا من ساعه ما انا قاعد اهو عمال اركز في وجوهكم كلكم عشان اعرف مين مش هيجي. طبعا صديقي وعزيزي واستاذي الدكتور حسن نفحة، مثقف السياسي وباش كاتب الثوره، بصراحه قال كل اللي ممكن يتقال ولم يترك شيئا لي. فانا هحاول اشوف كده حاجات هو ما قالهاش بقدر الامكان وبصعوبه شديده. المشكله بقى تبقى ابو العز الحريري هيقول ايه. نقطة هنا اللي عاوز أذكرها، أنا دكتور أساسات، يعني عشان أقرب الموضوع ليكم، أساسات المباني وأساسات الكباري، الخوازيق مثلا اللي بتنزل في الأرض. لو أنا بقالي 12 سنة عمال أدق خوازيق وما بتشيلش أي مبنى، أعمل إيه؟
لازم اقعد افكر ان خوازيقي في شنك، مش كده برضو ولا ايه؟ السؤال المطلوب دلوقتي، سيادة المستشار رئيس الجهاز بقاله 12 سنة بيضرب تقارير، بيدق تقارير، صح؟ ولا واحد منهم جاب نتيجة. باستثناء التقرير اللي ذكر او اللي راح للنائب العام على قضية بتاعت فار مش بتاعت ثعلب. لو انا رئيس هذا الجهاز وشايف ان تقاريري مش جايبه نتيجه خالص وعندي حس للمال العام، مش كنت اعمل حاجه؟ اي حاجه، اصوت، الطم، اروح للسيده زينب ادعي، اروح اعمل مظاهره بيافطه واحده قدام بيت الرئيس، الحق مجلس الشعب. لم يحدث اي شيء من هذا. انما قلت ايه بقى؟ قلت وكان الرئيس مبارك يتفاعل مع التقارير التي يصدرها الجهاز. يتفاعل، انا عاوز الكلمه دي مهمه جدا لان ده عكس اللي بنسمعه النهارده. يتفاعل مع التقارير التي يصدرها الجهاز. انا عاوز واحد منكم يرفع ايده يقول لي ما معنى ان يتفاعل مع التقارير؟ حد ممكن يقول لي؟ يعني لو التقارير دي فيها فساد هيتفاعل ويقوم ويضرب الفساد، صح ولا غلط؟ طب لو التقارير دي ما فيهاش فساد وبتقول كل شيء 100 فل، زي ما عمرو اديب شمعه منوره ولا حاجه بيقولوها كده. سما جاي لك في الكلام. اذا كلمه يتفاعل مع التقارير تتناقض تماما مع ما يقوله الان. كنت ببعت، هم اللي ما بيعملوش. انا بطلب من اللجنة القانونية بتاعت نقابة المحامين أو اللي هم بيعملوا البلاغات للنائب العام أن يستدلوا بهذه النقطة.